لكي يعرف الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كما تلاحظون نحن بدنا نعرفوا هنا غير الطامة ديال الإعلام الإلكتروني الكبرى هي أشنو. خير دليل على داك الشيء غنمشيو على المثال تاع واحد المقال. هاد المقال اللي ناشرينو حنا في الجريدة الإلكترونية تاعنا، على الرغم من أن كتلاحظوا الدومين دوت تيكا يعني ماشي بتا بوان كوم، حيت المهم عندنا هنايا ماشي هو أنا نشري حقوق تسجيل بوان كوم وسميتو وليسباس دو ستوكاج، ولكن المهم هو انك توصل الصورة ديال اي حاجة بغيتي دير، ديال اي ندوة، ديال اي مقال، انطلاقا من داكشي اللي كتكتب انت، دون انك تلجأ تنقل من شي واحد. والمشكلة الكبرى هي انك تنقل من شي واحد وما تبدعش وما تحطش المصدر من جديها. وفي خلال دليل على ذلك غادي نشوفوا هذا المقال. دونك المقال تاع يوم دراسي تحت شعار جميعا من أجل تحسيس وتأطير المستهلك بأسفي. إذا هذا المقال تلاحوا البارح في السيت ديال ميادين أسفي بوان تيكا لحد الآن اللي هي بلوك سبوت. إذا ميادين أسفي كما كتشوفوا هذا هو المقال. وبعد يومين متتابعين أو لا بعد يوم تنجو ندخلو عاوتاني في جوجل تنقلبو على اليوم الدراسي، ايوا تلقاوه هنايا. قلنا مزيان يعني كانت الصحافة الإعلامية حاضرة مجموعة من المواقع. هاد سافي نيوز ما عمرني سمعت بيه، ولكن سيت ان سيت ويب كوميم. الجريدة الإلكترونية سافي نيوز. سافي نيوز يعني جريدة إلكترونية مستقلة تتجدد على مدار الساعة، ترصد واقع جهة دكا العبدة، وبالتالي يوم دراسي تحت شعار. إذا كنلاحظوا بأن بحال العنوان مشابه تقريبا لحد الآن، ولكن ماشي مشكل. عنوان دونك يوم دراسي تحت شعار جميعا مع السبق كان لميادين أسفي، وبالتالي غادي نجيو هنايا نقراو المقال علاش تيتحدث فينا المقال. إذا هذا هو المقال. إذا المقال تيقول: انطلاقا من برنامجها السنوي الذي يهدف إلى المساهمة في التنمية وذلك بحضور الأستاذ عبد الرحمن. إذا مزيان هادشي غنشوفو. آه. آه. وتطيات وذلك بحضور الأستاذ عبد الرحمن ديبي رئيس جمعية دفاع عن المستهلك الجديدة. أي ديبي رئيس دفاع عن المستهلك الجديدة والأستاذ. إذا كوبي كولي وحتى ليسباس ما كاينش يعني. هنا كنلاحظوا هو الأستاذ كاينين جوج نقط هادشي مقاد. هي الأستاذ شمس الدين مايا، وبالتالي غادي نلقاو نفس الجمل اللي مكتوبين هنا مكتوبين هنايا دون تغيير الأسلوب، يعني كوبي كولي حرفيا للمقال، والتي تعتبر بمثابة أجراء لقانون 31/08. يعني بعض المرات والله العلي العظيم كنتسائلوا، يعني لو أننا كتبنا شي نهار شي مقال عفوي، يعني في الأول مكتوب بأسلوب مزيان، أسلوب يعبر عن حقيقة ما وصل في الندوة، وندخلو شي جملة غير نضحكوا بها، واحد الجملة نتفلاو بها باش نشوفوا يعني في هاد الناس اللي كيكتبوا المقالات واش كاين شي ابداع ولا كوبي كولي كامله. دونك غادي تبان، غادا تبان هنا ملي غتجي الوسط تلقى ديك الجمله محطوطه هي نفسها هي نفسها. دونك والتي تعتبر بمثابه اجراء غادي نلقاو هنايا باسلوب مزيان مكتوبه سطور. والتي تعتبر بمثابه اجراء، وبالتالي المقال كامل تهدف هذه الندوه، تهدف هذه الندوة بالدرجة الأولى إلى ضمان التوازن. إذا نفس القضية غادي نلقاو هنايا، تهدف هذه الندوة بالدرجة الأولى إلى ضمان المستهلك. ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل في أن نلاحظوا هادشي مكتوب بالتصاور ديالو بكل شيء، وكان السبق دائما لجميع التظاهرات التي تقع في الكلية المتعددة التخصصات بأسفي لموقع ميادين أسفي. وبالتالي هنا كنشوفوا واحد لو كوبي كولي، لو كوبي كولي حرفيا دون ذكر المصدر. وهنا راه كل شيء عارفها، يعني هذه سرقة إلكترونية. يعني ما عرفش كيفاش يعني. لاحظوا بعدا نشوفوا شكون هذا السيد. الموقع ملك للجميع ونافذة لكل مناحي الحياة اليومية. راسلوا جريدة أسفي نيوز. أنا أخي ما راسلناهمش،
والموضوع ديالنا كنلقاو تم، يعني ذات البعد الجهوي اقترح هذيكم على البريد الإلكتروني. السي النبوي، شكون هذا النبوي؟ مدير الموقع ورئيس التحرير. تبارك الله تبارك الله، عبد الرحيم النبوي. مزيان. كوبي كولي حرفيا، ما كاين حتى مشكل. هو زيد واحد زيد هنا واحد الاسم ديال الكتاب، ما فيها حتى مشكل. حتى حنا نديرو الاشهار، ندير موقع ميادين اسفي، ونقدر ندخل معكم في المراسلة الى حبيتو. ولكن فين هذا الموقع؟ في غادي تلقاو تاني، فين غادي تلقاو؟ اذا غادي تلقاو في سافي فلاش. سافي فلاش، ومكتوب العنوان ديال الكاتب ديالو، يعني غادي تلقاو هنايا يوم دراسي تحت شعار جامعة من أجلي، انطلاقا من البرنامج السنوي. هنا توقيع الشاري محمد. دونك هنايا كاين ذكر للمصدر، وبالتالي هنا كنعرفوا الفرق ما بين المراسلة الصحفية اللي مضبوطة وما بين لو كوبي كولي باش نعمر انا الموقع. انا لا احتاجه باش نعمر الموقع بصراحة، بكل صراحة. وحتى باش نحط الاشهار في الموقع ديالي ما محتاج. ربما مع الوقت ملي غيعود الانسان هو يطالب بالاشهار، اما باش نحط اشهار لشي واحد. كانت هذه غير جملة بغينا في الاخير نوضحوا لمجموعة من الناس. وماشي عيب دير كوبي كولي من واحد الموضوع، ماشي عيب، ولكن الحاجة اللي عيبة هي ما تذكرش المصدر من السيتي.